أهلا بكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تابعونا على الواتساب وتليجرام. أهلا بيكم في المحاضرة السادسة في الرياضة المالية. النهاردة هنتكلم عن مفهوم أساسي جدا في عالم الفلوس والبزنس، ويعتبر حجر الزاوية في أي معاملة بنكية بنعملها. سؤال مهم جدا بيواجه أي حد بيتعامل مع بنك أو بيستثمر فلوسه. يعني سواء حد بياخد قرض عشان يشتري عربية أو قرض شخصي أو حتى بيحط وديعة في البنك، لازم نبقى فاهمين العائد ده أو التكلفة دي بتتحسب إزاي. هي دي الطريقة اللي هنشرحها بالتفصيل النهاردة. ببساطة كده الفايدة هي تمن استخدام الفلوس مع الوقت. لو حد بيقترض هو بيدفع فايدة، لو بيستثمر أو بيسلف هو بياخد فايدة. دي اللغة اللي البنوك والمؤسسات المالية بتتكلم بيها، ومهم نكون فاهمينها كويس. دي خريطة طريقنا النهاردة. هنبدأ بتعريف الفايدة البسيطة، وبعدين هنفك شفرة المعادلة بتاعتها ونحل عليها أمثلة عملية عشان المعلومة تثبت. بعدها هنفرق بين نوعين مهمين من الفايدة، وفي الآخر خالص هنشوف إزاي نحسب المبلغ الإجمالي اللي يهمنا كله. يلا بينا نبدأ بأول نقطة. الفايدة البسيطة هي الأساس اللي بتتبني عليه مفاهيم مالية أعقد بكتير، يعني فهمها هيفتح لنا الباب نفهم كل حاجة تانية بتتعمل في البنوك. طيب إيه الفرق الجوهري؟ في الفايدة البسيطة الحسبة دايماً بتتعمل على المبلغ الأصلي اللي بدأنا بيه وبس. يعني لو حد حط 1000 جنيه في البنك، الفايدة كل سنة هتتحسب على ال1000 جنيه دي بس، المبلغ ثابت. النوع ده بنشوفه كتير في القروض قصيرة الأجل. أما بقى الفايدة المركبة فدي قصة تانية خالص. الفايدة بتتحسب على الأصل زائد الفوائد اللي كسبتها قبل كده، وعشان كده بتنمو بشكل أسرع بكتير. لكن خلينا مركزين النهاردة على النوع الأول، البسيط. تمام كده فهمنا الفكرة. تعالوا بقى نترجم الكلام ده لمعادلة رياضية بسيطة نقدر نستخدمها. هي معادلة سهلة لكنها قوية جدا وبتحل مشاكل كتير. هي دي المعادلة السحرية بتاعتنا. ف اللي هي الفايدة بتساوي ألف مضروبة في عين مضروبة في نون. 3 حاجات بس هم اللي بنحتاجهم عشان نحسب أي فايدة بسيطة في الدنيا. بسيطة خالص، صح؟ تعالوا نشرحهم بالتفصيل. ألف هو أصل المبلغ، يعني الفلوس اللي بدأنا بيها. عين هو معدل الفايدة اللي البنك بيقوله لنا كنسبة مئوية، زي 9% في السنة مثلا. ونون هي المدة، وخلي بالكوا لازم تكون بالسنوات. لو المدة بالشهور أو الأيام لازم الأول نحولها لسنين، ودي نقطة مهمة جدا وهنشوفها في الأمثلة اللي جاية. الكلام النظري جميل، بس مفيش أحسن من التطبيق العملي. يلا بينا ناخد الأرقام والمعادلة دي ونشوف إزاي بتشتغل على أرض الواقع. دي مسألة مباشرة جدا وفيها كل المعلومات اللي محتاجينها، المبلغ والمدة والمعدل. الخطوة الأولى دايما هي إننا نطلع المعطيات دي على جنب وننظمها عشان ما ننساش أي حاجة. شوفوا إزاي بنرص البيانات بتاعتنا. الأصل ألف هو 2000، المعدل عين هو 9%، وفي الحسابات بنكتبه كرقم عشري، يعني بنقسم 9 على 100 فيبقى 0.09. والزمن نون هو سنة ونص، يعني 1.5. لما بننظم البيانات بالشكل ده بيبقى صعب جدا نتلخبط. ودلوقتي كل اللي هنعمله إننا نطبق المعادلة. ف يساوي ألف في عين في نون، يعني 2000 مضروبة في 0.09 مضروبة في 1.5. النتيجة النهائية هي 270 جنيه. دي هي قيمة الفايدة. طيب المسألة دي كانت سهلة عشان المدة كانت جاهزة بالسنوات. إيه اللي يحصل لو المدة كانت بالشهور؟ يعني مثلا لو حد أخد قرض 10,000 جنيه لمدة 6 شهور بمعدل 10% سنوياً، هنا ألف ب10,000 وعين ب0.10، لكن نون اللي هي الشهور لازم نحولها لسنة. هنقسم 6 على 12 يعني تطلع نص سنة أو 0.5. يبقى الحسبة 10,000 في 0.10 في 0.5 تطلع الفايدة 500 جنيه. شايفين قد إيه تحويل المدة لسنين مهم؟ طبعا الحساب اليدوي مهم عشان نفهم المبدأ، لكن في الشغل الحقيقي محدش بيحسب كل حاجة على ورقة وقلم. بنستخدم برامج زي الإكسل عشان نسرع العملية ونتجنب الأخطاء، خصوصا لو عندنا حسابات كتير. أول خطوة في الإكسل زي ما بنعمل على الورق بالظبط هي تنظيم البيانات. بنحط كل معلومة في خلية لوحدها، المبلغ في خلية والمعدل في خلية والمدة في خلية تالتة. التنظيم ده هو مفتاح الشغل الصح. وهنا بقى بتصغر قوة الإكسل. بدل ما نكتب الأرقام تاني بنستخدم حاجة اسمها مراجع الخلايا. يعني بنقول الإكسل اضرب القيمة اللي في الخلية A2 في القيمة اللي في B2 في القيمة اللي في C2. الميزة هنا إن لو غيرنا أي رقم فيهم النتيجة هتتغير لوحدها من غير ما نعيد الحسابات من الأول.
وبمجرد ما نكتب المعادلة وندوس انتر خلاص النتيجة بتظهر فوراً في الخلية 270، نفس النتيجة اللي وصلنا لها يدوياً لكن بشكل أسرع وأكثر مرونة. استخدام الأدوات دي بيخلي حياتنا أسهل بكتير. طيب إحنا كده شفنا إزاي نتعامل مع السنين والشهور. الموضوع بيبقى فيه تفصيلة زيادة لما المدة تكون بالأيام. هنا بيظهر عندنا مفهومين لازم نفرق بينهم كويس عشان الحسبة تطلع مظبوطة. الفكرة كلها في الرقم اللي بنقسم عليه عدد الأيام عشان نحولها لسنة. الفايدة التجارية ودي الأكثر انتشاراً في البنوك والبزنس بتعتبر السنة 360 يوم بس. طب ليه؟ عشان زمان كان الرقم ده بيسهل الحسابات اليدوية لأنه بيقبل الاسم على أرقام كتير. أما الفايدة الصحيحة فدي دقيقة جداً وبتستخدم العدد الفعلي لأيام السنة سواء 365 أو 366. الفرق بينهم بيكون بسيط لكن في المبالغ الكبيرة ممكن يعمل فرق ملحوظ. ودي بقى قاعدة ذهبية لازم نحطها حلقة في ودننا. لو المسألة جابت المدة بالأيام وسكتت من غير ما تقول دي فايدة تجارية ولا صحيحة، إحنا على طول بنعتبرها تجارية. يعني هنقسم عدد الأيام على 360. دي القاعدة المتعارف عليها في أغلب التعاملات. تمام، دلوقتي بعد ما عرفنا إزاي نحسب الفايدة نفسها بكل تفاصيلها، فاضل آخر خطوة. نرجع للسؤال الأصلي، إيه هو المبلغ الإجمالي اللي هيدفعه أو هيستلم في نهاية المدة؟ المعادلة أبسط ما يكون. المبلغ الإجمالي أو الجملة زي ما بنسميها في الرياضة المالية هي ببساطة المبلغ الأصلي اللي بدأنا بيه ونزود عليه الفايدة اللي حسبناها. يعني في مثالنا الأول لو الأصل كان 2000 جنيه والفايدة كانت 270 يبقى الجملة هتكون 2270 جنيه. عشان نلخص كل اللي قلناه، الفايدة البسيطة بتتحسب على الأصل بس وما بتتغيرش. معادلتها هي ألف في عين في نون. لو المدة بالأيام بنستخدم 360 يوم في السنة كقاعدة عامة، والمبلغ النهائي اللي بنوصله هو مجموع الأصل والفايدة. دي هي أساسيات الفايدة البسيطة. وزي ما قلنا في الأول، في نوعين أساسيين من الفايدة في عالم المال: الفايدة البسيطة اللي شرحناها بالتفصيل دي، والفايدة المركبة. شرح النهاردة كان عن الأساس، عن حجر الزاوية، لكن القوة الحقيقية للنمو المالي والثروة بتظهر مع المفهوم التاني. فالسؤال اللي هنسيبه مفتوح هو يا ترى إيه حكاية الفايدة المركبة وإزاي ممكن تغير قواعد اللعبة تماماً؟ ده يخلينا نفكر في الخطوة الجاية في رحلتنا لفهم عالم المال.